أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أشرف نزار حسن من فلسطين، وكنت أسيرا في عند سجون الاحتلال 10 سنوات من أجل المقاومة والجهاد. ثم أنا أعمل في التدريس في تدريس الفقه والأصول، وحاصل على شهادة الأستاذ مشارك والدكتور في الفقه الشافعي. وبعد خروجي من السجن بفترة وجيزة عملت في المسجد الأقصى، ثم خرجت إلى بحثت عن بلد أن ألقى فيها الأمان وألقى فيها الأخوة وألقى فيها العدل وإحقاق الحق. وهذا الذي كنا نراه من الإخوة الأتراك عندما كانوا يأتون إلى المسجد الأقصى، كنا نجد منهم الأخوة العالية. وهذا الذي دعاني أن آتي إلى تركيا وأكمل حتى دراستي. وحقيقة بعد فترة عشنا فترة طيبة مع الإخوة الأتراك كجيران وأهل وطلاب وأساتذة، وقدر لنا أن أتينا إلى السجن إلى تركيا، وحدث معنا حدثا كبيرا شكل لنا صدمة في العائلة، حيث أنا كنت خارج البلد خارج تركيا، وكنت في التدريس في مهمة التدريس فترة من الفترات. فابني نبيل الذي كان يبلغ تقريبا 20 عاما أفاجأ أنه قد اعتقل بقضية سأفصل عنها بعد قليل. ونبيل كان قد عاش دون والده 10 سنوات في السجن، وقد رأى الظلم بعينه وممارسات الاحتلال عند زيارته لأبيه عندما كان يأتي إلى السجن، وترعرع مع أمه لوحدهم حتى قدر الله سبحانه وتعالى وأنا قد خرجت من السجن. عندما كنت خارج تركيا أفاجأ أن نبيل قد حصل معه شجارا على إثر ذهابهم إلى التصريف والوستر يونيو لبعض أصدقائه وإخراج المبلغ المالي من الوستر يونيو $400. أصبحت هناك مشاكسة ومشاجرة وملاسنة، مما أدى إلى أن أصبح شجارا، وقد اعتقل نبيل ومن معه. وفي قدر الله أنه كان رجلا يقال أنه شرطي، ولكن لم يلبس اللباس الشرطي ليظهر لهم أنه شرطي، وقد اعتقلوا. وبعد ذلك ذهبوا بهم إلى السجن، ومنذ اللحظة الأولى كان هناك تنكيلا وسبا وشتما للأعراض، وهذا يستثير أي إنسان وأي مسلم خاصة وأي إنسان عامة مما يسب على عرضه أو يضرب بغير ذنب. فكان الأصل أن لا يعتقلوا، لأنه مما نتج في أواخر التحقيق أنه لم تكن هناك قضية، وسآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى مفصلا. فاعتقل نبيل، وقد بلغت أنا بهذا الاعتقال، والأستاذة جولدن الله يجزيها الخير وربنا يرضى عنها تابعت الملف منذ اللحظة الأولى، ومن أجل إحقاق الحق ومن أجل إظهار العدالة في هذا البلد الذي نحن نأمل به، وخاصة بالأستاذ السيد أردوغان، هو الذي كان يقول الإخوة المهاجرين والأنصار، وجئنا نحن مستجيرين عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: لقد أجرنا من أجرت يم هانئ. فنحن جئنا من الظلم إلى العدالة، ومن حيث كان الاحتلال إلى إخوة لنا ناصرونا على مدار عقود، ومن عبد الحميد الثاني وإلى يومنا هذا، وفي الدولة والخلافة العثمانية. لذلك نحن جئنا تركيا، جئنا إلى أهلنا، جئنا إلى من نحسبهم هم أقرب إلينا من أهلنا. وفوجئنا أن اعتقل نبيل، وبعد أيام نفاجأ أن نبيل رحمه الله تعالى نبلغ أنه قد توفي. الأمر العصيب في هذه المسألة أن نبيل كان يأخذ الأدوية، وهذا الدواء إذ لم يأخذه كان يسبب له حالة أنه يخرج حتى الرغوة من فمه وينزل إلى الأرض، ولم يعطى هذا الدواء، وهذا كان نوع من أنواع التنكيل والتعذيب. ومما بلغنا من الشهود أن نبيل قد أدخل إلى غرفة ما يقارب 10 دقائق، وهذه الغرفة قد تم الطلب من نبيل أن يتعرى تماما من لباسه، ثم قد سمع الشباب والشهود الأصوات بصراخ نبيل وشتائم نبيل.
وعندما دخل نبيل دخل عاديا، وعندما خرج خرج منهكا لا يستطيع المشي، وكانت الكدمات وما يسمى الوجه عنده كان منتفخا من إثر التعذيب وإثر الضربات. وبعد أيام نفاجأ أن نبيل قد توفي رحمه الله تعالى على إثر هذا التعذيب وإثر هذا الضرب، لأنه مما تبين في التشريح أن نبيل قد أصيب بنزيف، وهذا النزيف لا يأتي عبثا، يعني هو جاء على إثر الضرب الذي والتعذيب الذي تلقاه نبيل رحمه الله تعالى. والأمر المريب والغريب أن نبيل رحمه الله تعالى يعني بعد وهو في جثة، المحكمة مباشرة بعد يوم قد أطلقت سراح نبيل وهو كان جثة. طب إذن السؤال الذي يسأل: لماذا لم يطلق سراح نبيل قبل أن يموت، أن يتوفى، إن لم تكن هناك قضية؟ لماذا أغلق الملف فجأة مرة واحدة؟ فلذلك هذا الأمر مما نحن نريده. نحن نقدر الجهود التي تقوم به الأستاذة جولدن، وهي تتعامل مع هذا الملف كما قالت لي كأنه ابن لي، لأنها تريد أن تحقق الحق، وهذا الذي نحن رسينا عليه منذ البداية. وقد أرسلنا رسالة للسيد أردوغان، لأنه نتعامل معه، هو الأخ الأكبر لنا، ونتعامل معه أنه هو رافع شعار أنه يريد أن يحق الحق ولا يظلم، والذي نرنو منه والذي نتأمله منه أنه لا يظلم عنده أحد. والأصل المسلم أخو المسلم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أطالب السيد أردوغان كأخ له وكمسلم، وقد كنت أنا مجاهدا ضد هذا العدو الغاشم الذي يحارب الأمة الإسلامية، أن يعتبر هذا الملف كأنه وقع في عائلته. ونحن مما تربينا عليه: إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم، لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا فرق بين التركي والفلسطيني والسوري، نحن كلنا من آدم وآدم من تراب. ونحن ما يجمعنا هو أولا قبل الجانب الإسلامي الإنسانية. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. فالأصل تكريم بني آدم بغض النظر عن اسمه وعن ديانته وعن طائفته. ثم يأتي الجانب الخاص أننا نحن كمسلمين وجب علينا أن ننصر بعضنا بعضا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسعى في ذمتهم أدناهم. وصلى الله على سيدنا محمد. الذي نطلبه ونريده بنهاية هذا الملف هو من السيد أردوغان ومن وزير العدل والنائب العام، وخاصة الإخوة الأتراك، الشعب التركي الذي نحن نعتبرهم هم إخوة لنا، وهم دائما كانوا يناصرون خاصة القضية الفلسطينية، أن يحقوا الحق وأن يؤتوا بالعدالة لهذا البيت المصاب المكلوم. نحن عندنا في البيت كأن شيئا قد هدم بوفاة نبيل رحمه الله تعالى، وهذا الذي نريده. ونحن نريد أن نقاضي من تسبب بهذا الأمر، لأن ما عهدنا إخواننا الأتراك وخاصة السيد أردوغان في إلا أنه يأتي للمظلوم بحقه، وهذا الذي نرجو منه، وأن يعجلوا في إحقاق الحق، وأن لا تكون هناك أي جهة ضاغطة في إغلاق هذا الملف، لأن إحقاق هذا الحق في هذا الملف هو يرفع عند الله وعند أهل الله وعند الشعوب وعند الأمة وعند العالم أجمع هذا الشعب التركي، أن الشعب التركي هذا الشعب هو لا يفرق بين عربي وأعجمي، ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم في مسألة إنسانية. وهذه المسألة التي نرجوها من السيد أردوغان. أكرر مرة أخرى: وصلى الله على سيدنا محمد.